عندنا في اون تايم مش بنكتفي بالتعامل مع العميل انك حجزت ومشيت من عندي وانا خدت مكسبي منك وانتهت قصتي معاه. بالعكس، انا علاقتي بيك مستمره لحد لما توصل. حلقة جديدة من اون تايم بعد الفطار مع ياسر. النهاردة هنتكلم عن موضوع من أهم المواضيع المهمة في عالم السفر والرحلات، وهو موضوع سفر العائلات. حابين النهاردة نعرف ايه أهم المشاكل اللي بتواجهنا أثناء سفر العائلات. مع ضيفنا ياسر. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ايه أكتر حاجة مزعجة بتواجهنا أثناء سفر العيلة، أو ايه أكتر الحاجات اللي بتسبب ضغط في سفر العيلة؟ اول حاجه هي التكلفه. ما يكون العيله مكونه من 3 افراد او 4 افراد، وكل ما زاد العدد فبتبقى التكلفه عبء على اللي قايم بتكلفه الرحله كلها. حلو أوي. طيب الوضع ده بقى احنا في اون تايم بنحط له حلول وبنقدر نساعد فيه من البدايه للنهايه. طيب التكلفه مش هي الوحيده. 2، لو معاه وزن زياده، يعني معاه عدد شنط كتير، مش وزن زياده هيدفع عليه فلوس، لا معاه شنط كتير. 3، التجهيز قبل السفر بالذات، اللي هو قبل الخروج من البيت بالاوراق كامله، ودي اللي بتبقى برضو بيحصل فيها لخبطه كتير مع بعض العائلات. بيفقدوا باسبور بينسوه، بيفقدوا ورقه التذكره بتاعه ده الطيران، حقيقي حجز بيحصل. الفندق، الكلام ده كله ده برضو بنلاقي له برضو حلول عندنا في اون تايم. ده هياخدنا لنقطة مهمة جدا جدا، هي ازاي احجز لعيلتي بدون ما اتحمل التكلفة كاملة، او بمعنى اصح لو انا عندي عائلة مكونة من 4 افراد، العائلة دي محدودة الدخل، هل في اوبشن ان هم ما يدفعوش التكلفة كلها مرة واحدة، او بمعنى اصح في اوبشن للتقسيط؟ بالنسبه للعائلات وبالذات اللي بيبقى مقيم بره، مغترب او هيسافر مننا لسه اول مره او الكلام ده كله، ده احنا بنراعي معاه نقطه مهمه جدا، وهي نقطه ارتفاع تكلفه السفر، سواء من تذكره الطيران، مرورا بحجز الفندق، مرورا بالانتقالات داخل البلد اللي هو رايح ليها، مرورا بالخط التليفون اللي هيستخدمه في الاتصال والاستقبال والداتا بتاعه الانترنت والكلام ده كله. فده في اون تايم ظبطنا له حلول كتير جدا، منها انك تدفع التكلفه بتاعه السفر على 3 أو 4 مرات بدون أي زيادة، ودي بدون رسوم إدارية، بدون فايدة على المبلغ المتبقي، بدون أي حاجة. بنقول مثلا تكلفة الرحلة وليكن مثلا 1000 يورو، فبنقول لك ادفع في المرة الأولانية بتدفع 30%، بتبقى عندنا 70% بنقسمهم على 3 شهور تانيين، بس بشرط إن أنت بتدفع الفلوس دي كلها قبل ميعاد رحلتك وميعاد سفرك. يعني مثلا بنقول لك لو أنت مثلا هتسافر في شهر 6 اللي جاي، فأنت لازم تحجز معايا من شهر 2. طيب أنت هتحجز معايا من شهر 2، وده هيفيدك مش هيضرك. هيفيدك في إيه؟ أنت خدت سعر قبل ميعاد الضغط، لان احنا النهارده كل ما قربنا من ميعاد السفر بيزيد الضغط او بيزيد الطلب على التذكره في اليوم ده، فبالتالي سعرها بيزيد. طيب احنا دي خلينا لها ايه، انتهينا منها كمشكله، وبقى لها حل ان انت حجزت معايا من قبلها باكتر من شهر ونص، اللي هو احنا بنقول من شهر 2 علشان تستفيد بالعرض بتاع التقسيط. طيب انت فاتك العرض بتاع التقسيط اللي هو على 4 شهور. طيب بقى ايه في المرحله الثانيه اللي هي الايه ال3 شهور، برضو بتاخد التذكره على 3 شهور، الجزء الاولاني 30%، بتبقى 70% بيتقسموا على الشهرين التانيين. طب فاتك العرض ابو 3 شهور وبقيت بفضل لك شهرين 2 بس اللي باقيين على ميعاد السفر، بتاخد العرض اللي هو بتاع الشهرين الاثنين، تدفع 50% و50%، وده يبقى احنا كده وفرنا عليك في موضوع الايه التكلفه، حلناها لك بالدفعه الثنائيه والدفعات الثلاثيه والدفعات الرباعيه. الموضوع ده هياخدنا لنقطة مهمة جدا بتواجهنا أثناء السفر، وهي نقطة زيادة الرسوم. الرسوم ساعات بتبقى زايدة، سواء من أحمال سواء من شنط زيادة. إزاي نواجه المشكلة دي ونتجنبها؟ طيب دي لما بنحجز بدري بنقدر ناخد الحجز على شركات طيران بتديني أوزان مفتوحة، زي مثلا هنقول فرق ما بين شركة مثلا مصر الطيران وشركة اير فرانس. لو أنا بحجز تذكرة عائلية من القاهرة لباريس أو العكس، فأنا عندي شركتين 2، شركة زي شركة مصر الطيران وشركة اير فرانس. مصر الطيران بتديني أريحية في موضوع الميزان، اللي هو شنطتين 2، كل شنطة 23 كيلو، بالإضافة لشنطة الطيارة اللي أنا باخدها فوق. طيب ده بسعر بيكون في تكلفته أقل من شركة زي شركة اير فرانس لما بتديني ميزان الشنطة بتاعة الطيارة وشنطة واحدة تحت. في الحالة دي لما باخد السعر بدري، لما باخد التذكرة بدري، فبلاقي السعر أقل وبكتير، وفي نفس الوقت مديني الأريحية في موضوع الميزان. طب هو في برضو بعض المشاكل اللي بتواجهنا أثناء السفر، وهي إن الرحلة ممكن تبوظ مننا، وده بيحصل لأسباب كتيرة، زي إن أنا ممكن أنسى أوراق مهمة زي الباسبور أو غيره. إزاي عايز قاعدة ذهبية أو جولدن رول عشان أتجنب المشاكل دي؟ عندنا في اون تايم مش بنكتفي بالتعامل مع العميل انك حجزت ومشيت من عندي وانا خدت مكسبي منك وانتهت قصتي معاه. بالعكس، انا علاقتي بيك مستمره لحد لما توصل. طيب النقطه اللي حضرتك قلتها دلوقتي بنقدر نحلها ازاي؟ ان انا عندي في خدمه ما بعد البيع ان بيحصل اتصال للعميل قبل ميعاد السفر
ب 24 ساعه بنراجع فيه، بالذات لما بتكون عيله بتبقى ليها الاولويه في المراجعات الاتيه. براجع معاه عدد الباسبورات بعدد التذاكر المسجله عندي، سواء عيله 3 افراد 4 افراد 5 افراد، بقول له انت مع حضرتك المفروض يبقى في 5 افراد ب5 باسبورات. براجع معاه تذكره الطيران اللي انا مديها له كورقه في ايده وبعتها له كمان على الواتساب كبي دي اف، وبعت له نسخه منها كمان على الايميل، يعني عشان لو انت نسيت النسخه الورقيه فانا عندي نسخه على الواتساب متحمله وجاهزه. طب مش ما عنديش الواتساب مش عاوز يفتح معايا وانا في المطار، فانا عندي نسخه على الايميل مبعوثه برده ومتسجله، يبقى انا كده تفاديت المشكله دي. نفس الموال حجز الفندق بنعمل فيه نفس الموضوع، بنراجعه معاه وبناكد عليه ميعاد التشيك ان بتاع الاوتيل وميعاد التشيك اوت بتاع الاوتيل، وبنبقى برده باعتين له برده 3 نسخ، النسخه الورقيه اللي بتبقى معاه ونسخه الواتساب كبي دي اف ونسخه الايميل اللي هي برده بي دي اف، وبنراجع معاه كل حاجه وبنقول له ستف الحاجه دي بقى وجهزها كده وخليها في شنطه لوحدها وما تنساهاش وانت خارج. ممتاز جدا. اون تايم ترافل بتقدم مجموعه من المميزات الهائله في سفر العائلات، فده هينقلنا لنقطه مهمه جدا جدا، وهو ايه اللي بيميز حجز العائلات مع اون تايم ترافل عن باقي الشركات. بالنسبه للاون تايم بالذات لما بنيجي نحجز العائلات بيبقى في خصومات اكتر من الخصومات على حجز التذاكر الفرديه. ليه؟ احنا بنبقى عندنا احساس بالعميل اللي بيحجز العيله وان التكلفه بتكون عليه عاليه، ففي الحاله دي احنا بنقدر نوفر له سعر اقل عن السعر التذكره الفرديه، رقم 1. رقم 2 بنقدر نديله ميزه التقسيط اللي هي ميزه التقسيط الثلاثي الثنائي او الثلاثي او الرباعي، يعني تدفع المبلغ على مرتين او 3 أو 4 بدون اي زياده عن عن المبلغ الاساسي اللي احنا قلنا لحضرتك عليه وانت بتحجز. رقم 3 انت معاك متابعه بالذات في سفر العائلات، علشان اللخبطه اللي بتحصل فيها والنسيان اللي بيحصل فيها بيبقى فيها متابعه زياده عن الحاله الفرديه، تمام؟ فبنقدر نجهز الحاجه دي. كمان بنقدر نساعد العيله ان احنا بنقدر نوفر لهم وسيله انتقال من البيت للمطار اولا مريحه تاخد كل الافراد وتتسع لعدد الشنط اللي بتبقى موجوده معاه، وبيكون سعرها مخفض كمان عن انه ياخد عربيتين او ياخد 3 علشان ينقل الشنط بتاعته وينقل افراد العيله للمطار. كذلك في الاستقبال في المطار في الدوله اللي هو رايح بنقدر برضه نوفر له وسيله انتقال ما بين المطار وما بين الفندق، برضه وسيله مريحه واسعه تاخد كل الشنط اللي معاه وتوديه لغايه الاوتيل وبرضه بسعر مخفض. الاوتيل عليه تخفيض تاني. العائلات بالذات كمان عندنا فيه ميزه كمان انا عايز يعني انبه عليها، انك لما بتحجز من عندي حجز عائلي طيران وانتقال وفندق فانت حرفيا بتكون واخد تخفيض على كل شق من ال3 دول، تمام؟ اقل حاجه 15%. لما نيجي نقارنها بالشركات التانية مستحيل ان يقدر يقدم لك التخفيضات دي او الاسعار دي اللي احنا بنقول لك عليها في اون تايم. يعني نفهم من كده ان في حاجات اوبشن بتبقى مع الرحله وفي حاجات اساسيه برضو بتبقى مع الرحله. اكيد. ايه الحاجات اللي هي مثلا ممكن تبقى اوبشن للمسافر، وايه الحاجات الاساسيه اللي اون تايم بتقدمها مع اي رحله؟ طيب احنا اساسيات الرحله عندنا سواء فردي او عائله بتاخد نفس كل شيء في طرق المتابعه، من اول خدمه ما بعد البيع واستطلاع الرأي بالنسبة لموظف الحجز، مرورا بالاتصال اللي بيسبق الرحلة ب 24 ساعة للتأكيد على ميعاد التواجد في المطار، مرورا بتأكيد على الميزان المسموح لك بيه على التذكرة بتاعتك، تأكيدا معاك على ميعاد إقلاع الرحلة. طيب دي الأساسيات. مرورا برضو بعد انتهاء الإجراءات داخل المطار للتشيك ان بتاع الميزان والأختام والكلام ده كله برضو بنبعت لك رسالة عشان نطمن عليك ونشوف في أي مشاكل قابلتك ولا لا، إلى انتهاء بوصولك ورسالة اون تايم اللي بنقول لك فيها الحمد لله على السلامة. طيب إيه اللي بيزيد عندي بعد كده؟ إن العملاء المميزين عندي بيبقى لهم اوبشنات بتبقى معموله لهم زي نظام سيربرايز كاستقبال وتوديع في المطار، كزياده في الاوزان لو هو محتاجها احنا بنبقى مقدمينها له فور فري بتكلفه اضافيه احنا اللي بنتحملها مش العميل اللي بيتحملها. متابعات في حالات لما العميل بيطلب مني متابعه دوريه بصفه يوميه او بصفه يعني ممكن نقول شبه كل يوم بعمل لك مكالمه واثنين وثلاثه لو العميل اول مره بيسافر. اسبقيه حجز عندنا مره واثنين وثلاثه، ده بنحاول بقدر الامكان برضه نوفر له ميزه اللاونج في قلب المطار، ودي برضه بتبقى مقدمه فور فري من الشركه للعائلات اللي هي دايما مستمره في الحجز من اون تايم. ممتاز جدا. سعيد جدا ان انا كنت مع حضرتك النهارده في اون تايم بعد الفطار. تنظيم سفر العيله بيفرق في الرحله من اولها لاخرها، وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقه الجايه مع اون تايم بعد الفطار.